بالكم وهي متعمده. نشوفها تاني من الزاويه دي تبان احسن. مخرجنا احمد الهون اهو اهي حاطط ايده ورا ظهره، انما الكوره جت في ايده اهو، الكوره جت في ايده اهو، مسافه قصيره يعني فيها كلام مش احنا اللي نحكم عليه. يعني شوف في استاد النيل طبعا النهارده مع الزميل طارق رضوان التعليق على هذه الكرة، لكن هي حلاوة اللعبة ديت في اللمسة الواحدة اللي عملها أحمد سمير. هنشوف أحمد عيد وضربة الجزاء. هل في ضربات جزاء في الملاعب الأخرى؟ أحمد عيد وتيجي في القايم وتخش. الهدف الأول لنادي الزمالك هذا الموسم بتوقيع أحمد عيد. يا أحمد عيد حطها إيه زي البلياردو، تيجي في القايم اليمين وتخش شباك مرمى النادي المصري. وكأن أحمد عيد بيقول للكرة بقى يا شيخ خشي. الشناوي مش سامح بأي حاجة تعدي، ما كانش فيه حل إلا ضربة ثابتة، وضربة ثابتة بتوقيع أحمد عيد يفتتح بها التسجيل لنادي الزمالك، ليس فقط في هذا اللقاء ولكن في هذا الموسم. كما افتتح طريقة عمرو موسى اتقطعت منه، والهجمة المرتدة تبقى في منتهى الخطورة. هاني سعيد عملها حلوة جدا، وثلاثة 2 على 2 2 على 2 وحلوة، والهدف الثاني. الله أحمد علي يا بينشن بالنبلة، بينشنها بالنبلة أحمد علي، وجول تاني جميل جدا. يا هجمة مرتدة نموذجية. 2 على 2 2 على 2. لكن البداية منين؟ البداية من هاني سعيد في نص الملعب، البداية من هاني سعيد. وادي أحمد علي بثقة عالية جدا، وقف وعدل ورقص. بص الكرة، بص الكرة اتلعبت بينها ازاي. يا سلام لأحمد علي، والترقيصة حلوة جدا وحطها جميلة جدا في